العيش الكايزر أو عيش البرجر خالي من الجلوتين، ينفع جدا لمرضى السكر، للناس اللي عاملة دايت لو كارب، مش كيتو، لو كارب عادي. جبنا عدس 1.5 كوب، نقعناهم طول الليل والصبح صفيناهم بعد ما غسلناهم كويس. حطيت عليهم بيضة وكوباية زبادي، وهقلب مع بعض كل الكلام ده كويس قوي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة زيت زيتون واحدة، وملح وكمون، وربع كوباية قشور سيليوم. دي موجودة عند العطار وموجودة في السوبر ماركت وممكن تتجاب اونلاين، ليها كذا طريقة. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنقلب كل ده بالهاند بلندر. طبعا هنلاقي الخليط ماسك معانا جامد عشان قشور السيليوم مليانة الياف فبتتخن معانا قوي، فهنضطر ان احنا نحط جنبنا مية ونزود مية حبة حبة لغاية ما نوصل للقوام المتماسك اللي قدامنا ده. طبعا العجينه بتلزق، فهنلبس جوانتي او هندهن ايدينا كويس بالزيت ونكور بشكل كور بحيث ان ما يبقاش فيها اي خطوط ولا كرمشه ولا اي حاجه عشان يطلع شكلها حلو. هنفضل نكورهم كده لحد ما نخلص الكميه كلها. دول 1.5 كوب عدس منقوعين من بالليل، عملوا حوالي 7 وحدات. لازم نبقى دهنين ايدينا عشان طبعا زي ما انتم شايفين كده بتلزق شويه، عامله زي العجينه كاننا بنعمل عيش بالظبط. وبعد كده في الاخر برش عليهم شويه سمسم، ممكن لو عندكم حبه بركه، ما كانش عندي. حطيت شويه لب، اللي هو اللب السوري، ممكن تحطوا على الوش اي حاجه، ممكن تخلوه من غير اي حاجه لو انتم مش حابين. ده اللب السوري. وفي برضو ممكن نحط بامكن سيد لو انتم بتحبوها. انا قلت اني نخليها شويه مكوناتها اقتصاديه، تبقى مش حاجه مكلفه قوي. وبس كده. وعلى الفرن 180 حوالي ربع ساعة، تلت ساعة من تحت مش فاكرة. وبعد كده بولع عليهم من فوق وبس كده تاخد لون. بس كده نسيبها تبرد خالص. طبعا بتبقى منفوخة زي العيش العادي ما بيطلع من الفرن، ولما بيبرد بيهبط شوية، بس ده عادي خالص زيه زي اي عيش. بصوا بقى القوام من جوه هيبقى عامل ازاي، ريحته فظيعة تجنن. والف صحة وهنا. باي.